الساعة كانت حوالي 3 الفجر، واحد صحي فجأة من النوم على ريحة غريبة مالية الأوضة، فتح عينه وهو مش مستوعب فيه إيه، وبعد ثواني بدأ يلاحظ دخان بيدخل من تحت الباب، واكتشف إن في حريقة في البيت. عشان كده لازم نفهم تعمل إيه لو لقيت حريق وأنت نايم. أول خطوة، ما تفتحش باب الأوضة على طول، حط ظهر إيدك على الباب أو على المقبض بتاع الباب. لو كان سخن بشكل واضح ما تفتحوش أبدا، لأن ده معناه إن النار أو الحرارة الشديدة ممكن تكون موجودة في الناحية التانية على طول. تاني خطوة، لو الباب مش سخن افتحه بحذر شديد، ولو لقيت الدخان او النار بيمنعوا الخروج اقفل الباب مره تانية فورا. وخلي بالك هنا الباب ده طوق نجاه مهم جدا ليك، ممكن يكون اهم حاجه بتحميك من الدخان والنار لحد ما توصل المساعده. تالت خطوة، لو طريق الخروج آمن اخرج فورا من غير ما تضيع أي وقت. ما تضيعش وقت في إنك تجمع أي حاجة، لا موبايل لا فلوس ولا أي متعلقات مهمة أو أنت شايفها مهمة. حياتك أهم. لو الموبايل في إيدك خده معاك، لكن ما تدورش عليه. رابع خطوة، لو في دخان في المكان انزل لمستوى منخفض قدر الإمكان واسحف لو احتجت، لأن الدخان والغازات الساخنة بتتجمع في الأعلى، والهواء الأفضل دايما بيكون أقرب للأرض. خامس خطوة، لو ما قدرتش تخرج بأمان وفضلت محاصر جوه الأوضة اقفل الباب كويس وحاول تسد الفراغ اللي تحت الباب بفوط او اقمشه متاحه عندك، ولو قدرت انك تبللها بسرعه اعمل كده فورا. الهدف انك تحاول تقلل دخول الدخان للغرفه. سادس خطوه، اتصل بالطوارئ فورا وقول عنوانك وموقعك واسمك باكبر قدر ممكن من الدقه، وقول انك محاصر جوه الغرفه ومش قادر انك تخرج. كل ما كانت المعلومات اوضح كانت المساعده اسرع. وما تقفلش المكالمه الا لو طلبوا منك ده. سابع خطوه، اتجه ناحيه الشباك، ولو ما فيش دخان داخل منه بشكل كثيف افتحه، وحاول تلفت انتباه الناس باي طريقه. استخدم الكشاف، لوح بقطعه قماش او نادي بصوت واضح. حاجات ما ينفعش نعملها، ما تستخباش تحت السرير وما تستخباش جوه الدولاب وما تستخدمش الاسانسير اثناء الحريق وما تدخلش البيت مره تانية بعد ما تخرج ابدا. ودلوقتي ملخص الموضوع، اتاكد الاول ان طريق الخروج امن، لو تقدر تخرج اخرج فورا، ولو محاصر اقفل الباب، قلل دخول الدخان واتصل بالطوارئ واستنى الانقاذ. وبس كده. وما تنساش تشارك الفيديو مع اي حد بتخاف عليه.